السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض فشار، بس مش اي فشار، ده فشار السينامات. ريحه تحفه، طعم جميل، مفهوش ريحه الزيت نهائي ولا طعم زيت نهائي. تمام، يلا بينا نشوف مع بعض هنعمل ايه. اول حاجه انا معايا كوبايه من الفشار. تاني حاجة معايا 3 معالق من الزيت، هحطهم في الحلة واسخن الزيت كويس قوي. وادي اهو الزيت بتاعي سخن كويس قوي، انزل بيه كوبايه الفشار وعليها نص معلقه من الملح، واقلب الحاجه بتاعتي المكونات بتاعتي كويس قوي. الزيت مع الفشار مع الملح كويس قوي كده، مفيش اي اختلاف طبعا، كده فشار بيت. الاختلاف بقى بتاعي اللي هو التركه، هي المصفى الحلوه دي. المصفى الحلوه دي انا مش هغطيه باي حاجه، يعني مش هغطيه بغطا حله العادي، لا، بالمصفى الحلوه دي. المصفى دي هتخلي الزيت ما يلزقش طبعا في غطا الحله فيرجع للفشار، فالفشار بتاعي يبقى طعمه زيت وريحته زيت، مش هيبقى لطيف خالص. احسن حاجه ان احنا نعملها نحط مصفى عندنا تكون اللي هي الحديد بتاعتك، او ممكن تجيبي السلك، حته سلك تخصصيها لحله معينه عندك، تعملي مقاسها وتستخدميها للفشار. الفشار بتاعك هيطلع مميز جدا. وادي اهو بدا يطقطق معايا، شايفين؟ وادي اهي، شايفين الكميه بتاعتي خلصت خالص اهو. اخر حاجه اول ما تخلص الطرقعه يبقى خلاص الفشار بتاعي كله اتطرقع. وادي اهو بعد ما قدمناه، شايفين؟ يعني من كوبايه فشار واحده شايفين عملنا كميه قد ايه؟ شايفين؟ حاجه يعني ما شاء الله تفتح النفس. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.